كان عندنا تحدي كبير قوي من فتره. كان عندنا مشروع في مكه في ابراج الساعه. الحقيقه احنا كنا بنشتغل مع شركه اقدامي وبنعمل لهم فرع جديد في ابراج الساعه. الحقيقه كان المشروع كبير وكان فيه تحدي لان المعماري بتاعه مش متناسب مع الخدمات اللي هتقدمها الشركه. الحقيقه احنا ربنا الحمد لله وفقنا وهتشوفوا يعني الامكانيات اللي احنا عملناها الحمد لله في التصميم، وقدرنا نحقق لهم كل اللي كانوا محتاجينه في المشروع بتاعهم. كان من اهم حاجه التحديات اللي احنا كنا عاملينها في المشروع الفواصل ما بين الكراسي المساج. فكان عندنا الجزء ده احنا استوحيناه من اللوجو الخاص بالشركه. كنا مركزين قوي على ان ندي نوع من الفخامه في الرخام، واضفنا له كمان في ليد للاناره. استخدمنا هنا الازاز الملون عشان يقدر يبان من الجهتين. ده ازاز سكوريت مطبوع. واحنا قصدنا ان احنا هنا نستخدم مناظر طبيعيه فيها الميه وفيها الخضره، على اساس ندي كمان مساعده لشركه اقدامي انها بتقدم خدمه استرخاء للمعتمرين والحجاج، بحيث يهدي من اعصابهم ويريح لهم جسمهم شويه. فاغلب الاشكال عندنا كانت ما بين الميه وما بين الخضره ما بين السحاب والسماء. فكان الحمد لله تحدي كنا قده.